ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ ده الجزء التاني من حكاية اوسكار. فانت لو اول مرة تشوفنا ما تنساش تشترك في القناة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك. الجزء التاني والجديد بيبدأ عند الدقيقة دي. سيبكم مع الفيديو. تبدأ قصتنا بحد بيقول لنا الوحوش كائنات غريبة دخلت علينا عشان تدمر كل حاجة، ده زي الحيوانات المفترسة. الوحوش ديت غير اللي هي كلب بني ادمين، لا كمان دمرت حضارات. الانسان حاول بكذا طريقة اللي هو يقف قدامه، ففي الاخر عرفنا اللي فيه طريقتين عشان نقدر نقف قدام الكائنات ديت. فعندك مثلا السحر اللي بيعمل معجزات، او تبقى سياف وتكون الهالة هي قوتك، بس في الاول وفي الاخر قوتك بتبقى اعلى من البني ادم العادي. اما الحاجة المشتركة ما بين كل الحاجات ديت انك ما ينفعش تستخدم الاتنين مع بعض. الاختيار اللي انت اخترته هيتني معاك طول حياتك. فانت لما بتختار حاجه ما بيبقاش قدامك غير اختيارين، لا تحس بالعجز لا تحس بالقوه. فبنشوف بطلنا اوسكار وهو ماشي والناس بتشاور عليه وبتقول بص بص، مش ده البطل اوسكار؟ سيد اوسكار، سيد اوسكار، شكرا ليك بجد، انا ما تخيلتش عمري اللي انت تيجي في مكان زي ده، شكرا ليك بجد اللي انت انقذتنا. ونشوف بطلنا وهو شكله مكتئب وبيسيبهم وبيمشي، وبيحكي لنا بطلنا وبيقول لنا انا اخترت السيف ما اخترتش السحر، لا ده انا كمان وصلت لاعلى مرتبه في السيف. وبنشوف بطلنا وهو بيبص على اب وبنته، والبنت فرحانه من السحر اللي ابوها بيوريه لها، وشكل بطلنا كده مغرم بالسحر. وبيكمل وبيقول لنا انا عارف ان انا بقيت شخصيه الكل بيبص لها، لا وكمان الكل نفسه يبقى زيي، ومع كده كنت عيل صغير بيحب السحر. ومش هخبي عليكم حاجه، انا لسه لغايه دلوقتي بحب السحر. وبنشوف بطلنا وهو بيتمرن وفي اتنين بيبصوا عليه، وفي واحد منهم بيقول هو كده على طول؟ اقصد يعني هو سيد اوسكار على طول كده بيتمرن؟ فبيرد عليها التاني وبيقول لها انا عمري ما فوتت يوم. انت تعرفي ان المكان ده اساسا كان مستوي في الاول لما كان لسه معلمي سيد سيف، كان يتدرب يوم ورا يوم لغايه ما الارض بقت زي ما انت شايفه كده، حفره كبيره، حاجه جامده مش كده صح؟ بس المهم يعني ايه البتاع اللي في ايدك ده؟ فبترد عليه وبتقول له ده صح صح معلمي الرساله دي جات لك من العاصمه الامبراطوريه. فبياخدها بطلنا وبيقراها وبيبقى شكله مش مبسوط فيها. فبتقول له هو فيها ايه؟ هو فيها خبر وحش ولا ايه؟ فبيقول لها ممكن تقولي كده، عاوزيني يا ستي اروح عندهم عشان اخد ميداليه عشان التنين اللي انا خلصت عليه ده. هي المفروض هديه حلوه. عاوزهم بس يفكروا قد ايه انا بتعب لما بيستدعوني كده. فبتقول له تلمسته انت الوحيد اللي ممكن تقول حاجه زي كده يا معلم، خلي بالك اي حد مكانك بالانجازات اللي انت عملتها ديت كان زمان واخد مركز كبير في العاصمه. فبيقول لها انا مش فاضي عشان ابص للمشاكل السياسيه، وكمان في المكان اللي هناك دوت مش هعرف اتدرب. وبتبص تلمسته على ايد بطلنا وبنشوف قد ايه هي مشققه والجلد متقطع من كتر التدريب. فبتقول له تلمسته يا معلمي قد ايه انت بتحب السيف مش كده؟ فبطلنا بيتنيه ساكت شويه بعدين بيقول لها صراحة أنا ما أعرفش، ممكن في الحقيقة ما كنش بحبه، أنا اخترته بس عشان أبويا، هو برضه كان في الأصل سيد سيف، يا هو اللي خلاني أختاره. وبيقول في نفسه أنا فعلا ما اخترتش السيف عشان يكون طريقي بإرادتي. فبتقول له تلمسته أنا شايفة إن أنت كان عندك موهبة في السيف، بس أنا دخلت أكاديمية السيف بدماغي، وفي الحقيقة أنا خايفة لما يكونش عندي موهبة في الآخر في السيف. أحيانا بفكر لو كان من الأحسن اللي أنا أبقى ساحرة. هو إيه يا جدعان كمية البؤس دي؟ ده إحنا كل ده لسه في أول فصل وكمية البؤس دي، أمال قدام هنعمل إيه؟ المهم نكمل. فبنلاقيها بتكمل وبتقول السحرة والسيافين بياخدوا قوتهم من المانا او الكي وبيخلوها تعدي في مسارات في الجسم، والقوتين دول في الاصل ما بيحبوش بعض كده، عاملين زي المية والزيت. فانت لو حاولت تحط الاتنين في جسم واحد فجسمك دوت هيتضم، زي لما الواحد كده بياخد حقنة هوا. وعلشان كده الواحد لازم يحط كل طاقته في مسار واحد، ولو ما ينفعش كل حياته هتتضم. فبيقول لها اوسكار اهدي يا بنتي، البؤس دوت من اختصاص انا. بص يا بنتي انا هقول لك على حاجه، كل ما تحسي ان انت تعبانه او قلقانه تمسكي السيف وتقعدي تلوحي بيه، وبالطريقه ديت هتقدري توصلي للمكان اللي انا بقيت فيه ده. مش انا قلت لكم ان البطل ده كئيب؟ يعني تخيل كده من كتر الكآبة اللي هو فيها كان كل ما يزعل يتمرن لغاية ما وصل بقى قديس السيف. فبتفرح البت بالكلام اللي المعلم قاله لها، ونشوف بطلنا هو نايم على السرير وبيفتكر الكلام اللي هو قاله للتلميذة، وبيقول هو الكلام اللي انا قلته لها ده صح؟ طب انا مش احسن منها برضه؟ وبيفتكر كلامها وهي بتقول له انت عندك موهبة يا معلمي في السيف، طالما كده كان هيبقى شكل موهبتي ايه لو كنت اخترت السحر. وفجأة بيحس باحساس غريب كده، بنشوف صحراء بيفجروه هو وبيته بالنار، بنسمع حد منهم بيقول محدش يتهاون خصمنا هو قديس السيف. وبنشوف بطلنا وهو بينط من البيت وبيقول السحر برضه قوته كبيرة، وبيبص على واحد فيهم وبيقول في نفسه هو ده زعيمهم، وجهز السحرة السحر وبيضربوه على بطلنا، وبينطلق بطلنا عليهم عشان ياخد راس واحد فيهم. ولما كان لسه هيخلص عليه بيلاقيهم ماسكين تلمسته وبيهددوه بيها. فبيسألهم وبيقول لهم انتوا عايزين ايه؟ فبيقولوا له حاجة عادية خالص، عاوزين روحك بس. فبيقول بطلنا انا ما افتكرش ان انا عملت حاجة تخليك تشيل مني كده. فبيرد عليه الساحر وبيقول له مش فاكر ها؟ لا يا اخويا عملت، وعملت اكتر من كده كمان، انك يكون عندك موهبة
الرغبة في السيف وبالسحر ده ذنب كبير مستحيل اغفره، روحك ذات نفسها طار بالنسبة له. فبيقول له بطلنا انا مش فاهم انت بتتكلم عن ايه. فبيقول له الساحر طالما موتك كده كده قريب فما فيش داعي ان انا اشرح لك اكتر من كده. وفجأة بنشوف تلمسته بتصرخ وبتقول له يا معلمي ما تخافش عليا، انا كده كده سيف، ومن ساعة ما انا اخترت ان انا ابقى كده فانا وهبت نفسي للموت. فبيقول بطلنا فهمت انا كده، انت كلامك فعلا صح، انا اسف ليكم اللي هدفكم مش هيتم، انا مش هسمح ليكم انكم تستغلوا تلميذتي. فبيضرب الساحر رماح جليديه على بطلنا، وبنشوف كميه تراب كبيره، وبنشوف برضه اللي وش الساحر ده اتعور، وكمان الساحر اللي كان واخد تلميذته رهينه مات. فبنشوف الساحر وهو بيقول قد ايه حياتك كانت رخيصه، وبنشوف اوسكار وجسمه متخرم كله من الرماح الجليديه، وبنشوف الساحر وهو بيكمل وبيقول السيافين هم السيافين، ناس بيصعب فهمهم، وعلى العموم احنا خدنا اللي احنا كنا عايزينه، ودعني يا قديس السيف. وبنشوف تلميذته وهي بتجري عليه وبتقول له ليه يا معلمي عملت كده؟ وبيقول له الابتسامة على وشه انا برضو سيف في الاول وفي الاخر، وانا عاهدت نفسي على الموت. وبيفرق الحياة وسط دموع من تلميذته وبتقول له انا اسفة يا معلمي. تقول له انا كنت اقوى بس. ونشوف بطلنا في اخر انفاسه بيقول لو انا كنت ساحر كان ممكن يكون الوضع مختلف شوية، دي حقيقة طول عمري كان نفسي ابقى ساحر، بس كنت دايما بكدب على نفسي وامسك السيف واتمرن بيه، كل ده بس عشان انسى كل التكريمات وكل الالقاب اللي انا جمعتها طول حياتي. ما انكرش اللي انا في لحظة كنت بحس بالفخر. وبعد الدراما دي كلها بطلنا بيلاقي نفسه لسه عايش، وبيقول له ايه ده؟ مش المفروض انا ميت؟ وايه المكان ده؟ مش دي المفروض قريتي القديمة؟ يا جدعان مش المفروض انا ميت دلوقتي؟ وبيبص بطلنا تحت ايده وبيلاقي رسالتين، ولما بيبص عليهم بيلاقيهم دعوتين، واحدة لأكاديمية السحر وواحدة لأكاديمية السيف. وبنعرف إنه في سن ال15 الحكومة بتبعت رسالتين لكل الشباب اللي في السن ده، واحدة لأكاديمية السحر وواحدة لأكاديمية السيف، ولازم أن الطالب يختار واحدة منهم، ولما خلاص يقرر أنهي واحدة اللي هيروح لها بياخد الرسالة ويروح للأكاديمية اللي خلاص اللي توافق عليها. وبنشوف بطلنا وهو بيقول 15 سنة، ها هو ممكن ان انا اكون رجعت في الزمن فعلا قبل ما ابقى مبارز؟ تقريبا انا كنت ساعتها في سن ال14. وبنشوف حد بيجي ورا بطلنا وبيقول له انت بتعمل هنا ايه يا اوسكار؟ وبيقوم بطلنا مفزوع وبيقول مره واحده ابويا. وبيقول في نفسه فهمت انا دلوقتي، طالما انا رجعت في الماضي يبقى كده ابويا لسه عايش. فبنشوف ابوه وهو بيقول له في الاخر كده حسيتك بقيت متكبر وبقيت فرحان قوي بمهاراتك، لا وكمان بقيت تهمل في تدريباتك. وبيقول بطلنا في نفسه لا انا ما كنتش متكبر ولا حاجه، ممكن تقول ده كان اكتئاب، فكانت جوايا حرب، كان نفسي قوي ساعتها اقول له اللي انا عاوز اختار السحر مش السيف. وبيحكي لنا بطلنا اكتر عن ابوه وبيقول لنا ابويا كان سيد سيف، كان عنده عدد كبير من التلاميذ، فكان من الطبيعي اللي هو ياخدني كمان تلميذ ليه واللي انا امشي على نفس طريقه. كان ابويا دايما بيشجعني ان انا اعلي مستواي، لكن وبنشوف بطلنا وهو كان لسه صغير وبيقول بابا في حد وراني السحر قبل كده، كان شكله جميل قوي ومتناغم مع بعضه كده، حاجه في منتهى الجمال. وبنشوف ابوه ساعتها وهو بيمسكه بسرعه وبيقول له اوسكار السحر ده محدش بيستخدمه غير الناس الضعيفه، طالما انت ابني فانت لازم هتمسك السيف. ومن ساعتها مسكت السيف خايف بس اللي ابويا يتخلى عني، ما قدرتش اتخلى عن السيف حتى لو كان شغفي في السحر. وبعدين حصل اللي حصل، كلنا عارفين كانت ايه النهايه، ومش هينفع اخلي النهايه دي تتكرر تاني، انا هعمل الحاجه اللي انا عايزها. وبنرجع تاني وبنشوف ابوه وهو بيقول له انت مش سامعني؟ بقول لك ليه اهملت تدريبك. وبنشوف بطلنا وهو بيقول لابوه قضيت عمري كله بتدرب على السيف. ونشوف ابوه وهو بيبص له وبيقول له اوه بجد؟ ويحرر طاقته وكل اللي حواليه ما بيبقوش قادرين، وكل التلاميذ اللي كانوا حوالين ابوه بيقولوا ازاي الواد ده مستحمل كل الضغط ده. وبيروح ابوه مهدي طاقته وبيقول له شكلك فعلا ما كنتش بتلعب. وبيحط ايده على كتف بطلنا وبيقول له لو تنتك على المستوى دوت هتيجي في يوم وتورث النقابه بتاعتك. ويروح سايبه وماشي. ونشوف حد بيخبط بطلنا على ظهره، ونشوف شخصين قدام بطلنا بيقولوا له كنا مستنيين يوم الاجازه دوت بفارغ الصبر بس عشان نيجي نشوف. ايه رايك يا اوسكار؟ طالما كلنا هنا ايه رأيك اديك درس في استخدام السيف، انت فاهم بقى زي ما كل مرة بنعمل. وبيقول بطلنا في نفسه بعد ما بفتكر ان الرجالة دي كانت لسه عايشة في الفترة دي، كانوا زي زمايلي كده، وكان ابويا بيطلب منهم مرات كتير قوي انهم يبرزوني. ولما دخلوا اكاديمية السيف وعرفوا يستخدموا الطاقة اللي جواهم بدأوا يعلموني ازاي استخدم فنون السيف، بس في الحقيقة هم كانوا بياخدوا حقهم. وبنشوف بطلنا واقف قدام حد فيهم والشخص اللي قدامه دوت بيقول له اجهز يلا وقف مكانك. وبنشوف بطلنا راح مديله ظهره كده وخد السيف بتاعه وراح رميه في البحر، وبيقعدوا يضحكوا عليه ويقولوا ايه ده بص عليه ده رمى سيفه شكله عاوز يهرب. ويروح قايل له انك تديني ظهرك وما تبقاش عاوز تتبارز، ده انت عر على السيف كله.
وبيروح باصص له بطنه وبيقول له انا ما بقتش هستخدم السيف، انا عاوز اتعلم السحر. وبنشوف بعدها الشخص وهو بيهجم على بطنه، وبطنه بيروح مفعل عينه وبيروح محلل طريقه هجومه، وبيعرف انه بيستخدم طاقه السيف عشان يعزز جسمه، وبيروح قايل بس كل دوت ملوش لازمه الصراحه، لازم انت عامل السيف اكنه حته من جسمك مش مجرد اداه كده وخلاص. وبيتغاظ الواد اللي قدامه اكتر وبيقول له انت قد الكلام اللي انت بتقوله ده، وبيتنيه يهجم على بطنه بكذا ضربه ورا بعض. ويروح قايل بطنه في نفسه يا ربي برضه نسيت وسرحت معاه في المبارزه زي ما كنت بعمل زمان. والتاني بيقول له ازاي مش عارف اضربك ده ولا ضربه واحده. وبيروح بطلنا ضربه بايده ومطير السيف منه، وبيروح مكمل عليه بلوكاميه في وشه. ونشوف صحاب المتنمر دوت وهم شايلينه واخدينه وماشيين. وبيروح قايل بطلنا كده خلصنا من شويه وجع دماغ، نبص على اللي بعد كده. في حياتي اللي فاتت ابويا خلاني استخدم طاقه السيف بالقوه، وعلشان دوت ما يحصلش تاني انا لازم اتعلم السحر الاول. ونشوف بطلنا وهو ماشي في الغابه في حته عميقه جوه علشان ما حدش يعرف يشوفه، وبيقول كده ما حدش هيقدر يشوفني هنا. وبنشوف بطلنا زمان وهو واقف مع ساحره وبيسالها ازاي بتستخدموا السحر، اصل احنا في المبارزه بنستخدم طاقه السيف عشان نعزز جسمنا او السلاح اللي احنا بنستخدمه. عاوز اعرف يعني انتوا بتستخدموا السحر ازاي. وبتروح الساحره ساكته شويه وماسكه شفشق ميه، وبتقول له السحر بالنسبه لنا عامل زي لما تمسك الميه وبتسقي النبات. بيقول لها ازاي يعني. بتقول له المانا في العاده بتبقى غير مرئيه، بس هي موجوده في الطبيعه والجو مليان بالمانا، فاحنا بندور المانا في المسارات بتاعتها، بعد كده بنصبها جوه صيغه سحريه، وبالسهوله دي بيتم تفعيل التعويذ. وبنشوف بطلنا قاعد في الغابه بيفتكر الكلام اللي الساحره ديت قالته له، وبيقول زي ما شرحت الساحره دي قبل كده المانا في كل حته في الهواء، لو عرفت بس احس بالمانا فساعتها هعرف اسحبها في المسارات بتاعتي. المفروض الكلام ده على كلامها. دلوقتي بصفتي انا كنت فارس قبل كده، فانا كنت بعزز جسمي وحواسي كلها، حتى لو انا مش حكيم السيف دلوقتي بس لسه الحواس دي موجوده فيا زي ما هي، عشان كده الاحساس بالمانا المفروض ما يبقاش مشكله بالنسبه لي. وبطلنا بيتنيه يتامل لغايه ما فعلا بيحس بالمانا، ويتنيه مذهول بالحاجه اللي هو عملها، وبيقول دلوقتي ما تبقاليش حاجه غير اللي انا اسحبها في جسمي، ها المفروض اعمل كده ازاي. وبيحس ببطنه بشعور غريب، وبينزل من على الصخرة اللي كان عليها عشان يروح يشوف. ولما بيخش الغابة بيقول ايه الشعور الغريب ده، انا مش حاسس بأي حاجة عايشة هنا. ومرة واحدة حاجة بتهجم عليه بس بيلحق نفسه اللي هو يرجع ورا، وبيقول هو ده غول ليه موجود حاجة زي كده هنا. وبيبص فوقيه بيلاقي واحدة مرة واحدة نازلة له من فوق، وبتقول له انت بتعمل ايه في ورشتي هنا، انت جاي عشان تسرق نتائج بحثي؟ لو كنت خايف على نفسك فكر كويس قبل ما تفتح بقك. وبيحكي لنا بطلنا اكتر عن الساحرة دي، وبيقول لنا سمعت كتير عن الساحرة دي، كانت البطلة اللي خدت تلج الشمال عشان يبقى مسرح للحرب بتاعتها. كان الجولان بتاعها بيسموه جيش الراجل الواحد. البطلة دي كانت بتقود جيش كامل من الجولان، ساحرة التكوين إيزابيل. وبنشوف بطلنا وهو بيقول في نفسه ما تخيلتش عمر إن القدر يحطني في موقف زي ده. فبتقول له إيزابيل دلوقتي انت برضو مش هتقولي انت بتنتمي لأني فصيل؟ خلي بالك انت مش عاوزني اعيد السؤال تاني عشان هتشوف حاجات مني مش هتعجبك. وتروح مفعلة دايرة سحرية تحتيه. فبيروح قايل لها بطلنا استني انت بتعملي ايه، اسمعيلي الاول، انا حتى ما عملتش مقاومة لما انت مسكتيني، انا مش عدو. فبتروح قايله له انا شايفاك بتتكلم كتير شكلك بتسعى لموتك. وبتروح مفعلة العصا السحرية بتاعتها وبتقول له سلام يا ساحر يا نكرة. وبيروح بطلنا مزعق لها وبيقول لها ما انا قلت لك قبل كده انا مش ساحر اصلا. فبتقول له اديك هتبدأ تقول حجج. ولما بتفحص جسمه فعلا بتلاقيه لسه ما بقاش ساحر. وبنشوفها بعد كده وهي قاعدة قدامها وبتقدم له الشاي وبتقول له ايوه انا فهمت وضعك دلوقتي، بس خلي في بالك انا ما بعتذرش فما تستناش مني اعتذار، فانا ما عملتش حاجه غلط خليك مكاني مثلا، لسه ما عداش وقت طويل على شغلي في الاكاديميه وبقيت مستهدفه من كل اللي حواليا. وبيفرح بطلنا وبيقول لها يا استاذه ايزابيل انت فعلا دكتوره في جامعه السحر. وبيقول بطلنا في نفسه ديت فرصتي عشان اخش الاكاديميه واخليها تقبلني تلميذ ليها، فساعتها ممكن استخدم المانا. يا انسه ايزابيل ارجوك علميني ازاي استخدم المانا. فبتقول له لا ما عنديش وقت للفشل زيك، لو انت دلوقتي فهمت اللي انا قلته فخلص عصيرك وامشي. فبيقول بطلنا في نفسه لا مش بعد كل اللي انا عملته ده لازم أنا اقنعها. فبيروح مفعل عينه وباصص على الجولم اللي كان بيخدمهم وبيعرف ان في حاجه مكسوره في جسمه. بيروح قايم وقايل لها انا اسف على الازعاج بس شكل الجولم دوت في حاجه غريبه فيه. فبتقول له يا دي النيل اديك هتقول كلام غريب دلوقتي عشان بس تاخد انتباهي. وفجاه الجولم دوت بيحدف العصير في وشها. فبيروح بطلنا مديها المناديل وبيروح قايل لها شكل في حاجه مكسوره في كتفه اليمين. ولما بتفحصه بتقول ازاي عرف ده. فبتروح ماسكاه وبتقول له انت ازاي عرفت. فبيقول لها ازاي يعني شفتها عادي خدت بالي بس ان تدفق المنى شكله غريب هناك. فبتقول له استنى انت بتهزر انت بجد ممكن تشوف المنى. فبيقول لها ايوه. فبتقول له عشان كده عرفت تخترق الحاجز بتاعي
عشان الحواجز دي بتنشر شويه من المنى في الهواء عشان تشتغل. فبيروح قايل بطلنا في نفسه ممكن يكون كل دوت بسبب ان انا كنت في الحياه اللي فاتت كنت سياف، او ممكن تكون دي بسبب الموهبه اللي الساحر ده كان بيتكلم عليها. فبتقول له اوسكار مش كده؟ تمام، هعلمك ازاي تسخر المنى. فبيقول لها استني بجد، بس من شويه انت قلتي اللي انا مش مهتميه بحد ضعيف. بتقول له بس انت دلوقتي اثرت اهتمامي. فبيروحوا مسلمين على بعض، وبنشوف ايزابيل بعد كده وهي بتشرح له عن السحر، وبتقول له انت شكلك فاهم حاجه غلط، انت طالما انت عايش فجسمك بيمتص المنى على طول بصوره طبيعيه. بيقول لها طب انا المفروض اعمل ايه عشان اخليها تمشي في المسارات بتاعتها؟ فبتقول له انت مش ممكن تصب الشاي من غير كوبايه، زي كده المنى بالظبط ما ينفعش تمشيها في مساراتها من غير صيغه سحريه. وبتطلع له حاجه من معاها كده وبيقول لها ايه ده؟ فبتقول له ديت لفيفه سحريه عليها نفس التعويذه اللي الطلاب في السنه الاولى بيستلموها. فبيفرح بطلنا قوي زي العيال وبيقول لها سحر؟ اي نوع من السحر؟ فبتقول له دي مفاجاه انا مش هقول لك عليها دلوقتي، اهم حاجه دلوقتي انا عاوزاك تستشعر القوه اللي بتدور جواك. ها انت ممكن تعملها؟ فبيقول لها اكيد هعملها، لازم أنا اجرب. فبتقول في نفسها بتتكلم وكأن الموضوع سهل، في العاده حاجه زي كده المفروض بتقعد شهور، بس لو انت كنت موهوب حقيقي بس ممكن تعملها في نص شهر ولا حاجه. فبطلنا بيمد ايده على اللفيف وبيقول في نفسه يعني المفروض استشعر القوه اللي جوايا بس؟ ها ماشي، الموضوع مثلا ممكن يبقى شبه تعلم طاقه السيف برضه. كل اللي انا المفروض اعمله دلوقتي اوجه وعي جواه. وبيغمض عينه وبيبدأ يتأمل، وبنشوف كل حاجة بدأت تتحول للأبيض وأسود والمربعات، وبيقدر بطلنا يفعل الدايرة فعلا، وبيقول ده عندها حق، ده المانة موجودة فعلا. وبنشوف إليزابيث وهي بتقول إن الواحد يتعلم السحر ديت حاجة صعبة، شبه كده لما الواحد بيتعلم المشي لأول مرة. مفيش إنسان في الدنيا بيتعلم المشي من أول يوم، لازم تقع مرة وتقوم التانية، لازم على الأقل قبلها تعرف استخدام جسمك، بعدها بتقدر تمشي بثبات. كل دوت علشان تمشي بثبات. بيقولوا اللي بيوصل لأعلى مستوى في السحر دوت بيتعلم المنى بسرعة. بس اللي انا شايفاه دوت حاجه ما فيش حد يصدقها، لو هيتعلم المنى في اول مره ديت حاجه مستحيله اصلا. يعني انا قلت مثلا لما هو عارف ان الجولم في حاجه غلط، اللي هو عنده موهبه، ماشي ديت عرفناه، بس دوت مش كفايه اللي هو يفسر اللي انا شايفاه دوت. اكيد دوت ما بيفسرش حاجه، بس الحاجه الوحيده اللي انا متاكده منها اللي هو عنده موهبه وقوه انا ما شفتهاش قبل كده. ونشوف بطلنا بعدها باصص للسحر وبيقول يعني هو دوت السحر؟ ومعلمته بتروح مناديه عليه وتخبطه على ظهره وبتقول له يا ابن اللعيبه عملتها زي ديت من اول مره، خلي بالك محدش عملها قبلك في التاريخ. وبطلنا بيبقى شكله متضايق وفي حاجه مزهقاه، بيقول ازاي السحر دوت مش جميل على فكره، السحر بالنسبه لي حاجه جميله، دوت حاجه مختلفه خالص عن اللي انا اعرفها. اكيد في عيب في التعويذه، اكيد ايوه بالظبط كده، الجزء دوت من التعويذه بالظبط زي الجولم، تدفق المانا هنا شكله غريب قوي، مش صح؟ ايه رايك انت يا استاذه ايزابيل؟ انا عرفت دلوقتي حاجه، انا ما كنتش عاوز استخدم السحر، انا عاوز استخدم سحر جميل وكامل. فبتقول له ايزابيل طيب انت ممكن تعيد كتابه التعويذه ببساطه يعني. فبيروح ماسك بطلنا ايديها بحماس وبيقول لها بجد ازاي؟ ونشوف ابوه معدي في طرقه بعدها وفي حاجه بتشد انتباهه، زمايله تحت كانوا بيتكلموا عليه وبيقولوا الواد دوت انا مش مصدق اللي هو بقى بالقوه دي. واحد منهم بيقول طيب المهم دلوقتي هنعمل ايه؟ وفجاه ابو بطلنا بيخش عليهم وبيقول لهم ايه اللي حصل، وبيتخضوا وبيقولوا له سيد ما حصلش حاجه ما تخافش ما فيش حاجه خطيره. وبيروح قايل لهم انا قلت لكم قولوا لي ايه اللي حصل. وبعد ما بيحكوا له ايه اللي حصل ما بيبقاش مصدق وبيقول دي حاجه مستحيل تتصدق، ازاي اوسكار يكسبكم بعد ما انتوا وصلتوا اللي انتوا وصلتوه؟ وبيروح ماشي وسايبهم وقايل لهم اتاكدوا ان انتوا تعالجوا نفسكم، انا عاوز صحتكم تبقى كويسه على بكره بكتير، مش عاوز اشوف اي اثار جانبيه. بيقولوا له نعم سيدي. وبيروح قايل ابو بطلنا شكل الوقت جه، لازم الشاب دوت يتعلم طاقه السيف قريب. ويبقى شكله فرحان قوي من بطلنا. وبعدها بنشوف اوسكار هو وايزابيل، وبطلنا بيقول لها يا انا ما كنتش متوقع ان السحر معقد كده. فبتقول له دي حاجه طبيعيه، معرفه الاساسات ديت حاجه مهمه في اي مجال، بس الصراحه دماغك كويسه، لو عوزت اي حاجه من المكتبه بتاعتي خش خدها، افتكر اللي هي هتساعدك كتير. وبطلنا بيقول لها انت متاكده من الكلام ده؟ فبتقول له اكيد، كل المعرفه اللي انت هتبقى محتاجها موجوده هنا، ما تبخلش على نفسك في حاجه. وبتروح بصله بتلاقيه اختفى من قدامها. والناحيه التانيه بيقول لها يا استاذه ايزابيل مش هتمنعي طبعا لو خدت كل الكتب ديت صح؟ بتقول له انت متاكد ان انت عاوز تاخد كل الكتب دي معاك البيت؟ بيقول لها مش انت قلتي خد اللي انت عايزه؟ فبتقول له انت بجد غريب. المهم قبل ما انسى، انا مش عاوزه احبطك ولا افسد لك متعتك، بس لازم انا اقول لك التحذير دوت، انت دلوقتي ساحر وفي منى جواك، خلي بالك من طاقه السيف والا انت هتنطر قبل كاشة من الدنيا دي كلها، اللي هو هيموت يعني لو في حد ما فهمش. ونشوف فلاش باك كده لبطلنا وهو راجع قريته زمان لما كان قديس السيف، وبيخش لابوه وهو نايم على السرير وشكله كبر في السن، وبيقول له عد وقت طويل قوي يا ابويا. بيقول له اوسكار يا ابني ممكن تيجي جنبي لحظه؟
وبيروح حاطط ايده عليه وبيروح قايل له زي ما انا توقعت بالظبط، عندك موهبه عشان تبقى سياف، كان عندي حق لما خليتك تتخلى عن السحر. ونشوف بطلنا دلوقتي وهو داخل على ابوه وماسك في ايده الدعوه للاكاديميه السحريه، وبيقول في نفسه يا ابويا بتمنى اللي انت تخليني المره دي اروح للاكاديميه السحريه. وبيخش على ابوه بيشوفه وهو بيتامل، فابوه بيقول له ايه اللي جابك دلوقتي، انت محتاج مني حاجه؟ فبيرد عليه بطلنا انا جيت دلوقتي بس عشان اخليك توقع الدعوه للاكاديميه. فبيقول له دي حاجه مفاجاه، انت كان ممكن تقول لي في اي وقت تاني عادي. وبطلنا بيقول له ماشي دي حاجه كويسه، بس من غير توقيعك انا مش هقدر اروح لاكاديميه السحر. بيروح قايل له يا اوسكار يا ابني ليه السحر يا ابني، انت عندك موهبه في السيف، انا طول عمري بدربك على السيف. وبيروح اوسكار قايل له يا ابويا فاكر اليوم اللي انا قلت لك انا عاوز استخدم السحر فيه؟ فبيرد عليه ابوه بيقول له حاجه زي كده، بس انت كنت لسه عيل صغير. وفجاه بيحط ابو بطلنا ايده عليه وبيفحصه وبيتفاجئ وبيقول له ده مقلب ده ولا انت بتهزر معايا، انت اتعلمت المنى؟ فبيرد بطلنا وبيقول له كنت فاكر دي الحاجه الوحيده عشان اقنعك بيها يا ابويا. فبيرد عليه ابوه بيقول له اقنعني؟ هتقنعني بايه يا اوسكار يا ابني، انا سمعت باللي حصل انك هزمت زمايلك في السيف، انت كسبتهم من غير ما يكون عندك هاله، انت مش فاهم اي حاجه، انت مش فاهم الموهبه اللي عندك. فبيرد عليه اوسكار وبيقول له لا يا ابويا انا فاهم. فبيرد عليه ابوه وبيقول له لا 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 انت مش فاهم اي حاجه، اسمعني بس، انت لو بقيت محارب بالسيف هتنجح، غير كده مستحيل يا ابني تنجح. فبيرد بطلنا وبيقول له حكمك اكيد صح يا ابويا، بس النجاح مش معناه السعاده دايما. فبيرد ابوه بيقول له انا فهمت، انا دلوقتي بس فهمت، ممكن يكون في لسه وقت عشان اصلح ده. فبيرد اوسكار وبيقول له انت ما نسيتش باللي بيحصل للي بيعمل كده صح؟ انت ما نسيتش اللي بيحصل صح؟ لما يبقى في قوتين في جسم الواحد ايه اللي بيحصل؟ فبيقول لابوه هتموت، ايوه او حاجه زي كده تقريبا يعني. كل دوت مش مهم لو هتحط رجلك على الطريق الغلط، لازم اكسر عنادك دوت بالقوه، انت لو ما فهمتش دلوقتي لما تكبر هتيجي وتشكرني. فبيقول بطلنا في نفسه اليوم ده عمره ما يجي يا ابويا، اسالني انا. فبيقول لابوه روح وهات سيفك يلا، على الاقل هديك فرصه لغايه ما تجيب سيفك. فاوسكار بيرد عليه وبيقول له يا ابويا انا ساحر دلوقتي زي ما انت عارف. وبيروح حارق قدامه الرساله بتاعت السيف وبيروح قايل له ليه ما تجربش اللي انت تغير رايي دلوقتي يا سيد السيف براين. وهنا بنعرف اسم ابو بطلنا اسمه براين. فبيقول لابوه مش قلت لك اللي انت بقيت مغرور، انت يا دوبك بس عشان قدرت تقف قدام ضغط الهاله بتاعي افتكرت نفسك حاجه، ليه ما تجربش دلوقتي؟ وبينطلق على بطلنا عشان يديله ضربه بالسيف ويقول له ما تخليش الغرور ياكلك. وبيتفادى بطلنا كل الضربات وبيقول في نفسه انا قادر اشوف كل ضربات ابويا وكأن انا اللي ماسك السيف وبضرب، فانا بصفتي اللي انا كنت مبارز الشخص اللي انا خدته قدوه ليا اكتر من اي حد كان اكيد ابويا سيد براين. فبيقف ابوه وبيقول له ده فعلا نفس اللي انا سمعته، انت مستواك فعلا حلو في السيف، انت بتعمل كل دوت من غير ما تعزز جسمك بالهاله، مفيش حد في النقابه يقدر يعمل اللي انت بتعمله دوت، موهبتك بالسيف هي الاهم، انا براهن ان انت هتبقى شخص عظيم، اقبل بس هاله السيف بتاعتي. فبيرد عليه بطلنا وبيقول له لما قلت هتاخدها بالقوه هو ده اللي كان قصدك عليه؟ ده معناها حاجتين، اما اللي انت عاوزني اتعب فانهار على الارض، او اللي انت عجزت والعظمه كبرت ومش قادر عليا. فبيتغاظ ابوه وبيقول له قد ايه انت واد غبي. فبيقول بطلنا ايوه ما انا عارف، وكمان موهبتي هي الاهم ليه صح، انا هقول لك حاجه، في حاجات كتير برضه انا برفض ان انا اتخلى عنها. فبيقول لابوه ايه هي بقى الحاجات ديت؟ ما تقوليش اللي هو السيف. وبيروح قايل له العصايه ديت معموله خصوصا للمبتدئين بس. ومع كده ويفتكر ايزابيل وهي بتقول له ان السحر عشان تستخدمه لازم أن يبقى عندك المعرفه الكافيه، انا ما عنديش العلم دوت دلوقتي بس الموضوع نفسه لابويا. ويروح قايل في نفسه بس انت يا ابويا ما تعرفش اللي انا اقدر اعمله. وبيروح ابوه هاجم عليه مره واحده، بيروح بطلنا محلل ضربات وبتروح متفاداها وبيروح حاطط العصايه السحريه في وش ابوه. ويروح قايل في نفسه السحر اللي انا طول عمري بحلم بيه، التعويذه اللي طول عمري بتخيلها في دماغي، شرارة روزبيسي. ويروح ضاربها في وش ابوه، وابوه من كتر النور ما بيستحملش وبيمسك عينه، وابوه ما لحقش يتفاجئ بيروح بطلنا لافف وراه ومطير من ايده السيف. وبيروح قايل له كنت فاكرك يا ابويا هتحس بيا لما الف وراه. فبيقول لابوه ما انت اللي عملت تعويذه مخادعه في الاول، كل دوت عشان ترمي مني السيف. فبيرد بطلنا وبيقول له ده اللي انا اتعلمته منك يا ابويا، اخبي الاهداف الحقيقيه ورا اهداف مخادعه. فبيرد عليه ابوه بيقول له اللي انا شايفه منك دلوقتي بيشهد اللي انت كويس في السيف، بس برضه ما ينكرش اللي انت هتبقى كويس في السحر، واللي عملته دلوقتي ده يشهد لك. كل اللي انا عملته دلوقتي عشان اوريك الطريق اللي انا عاوز امشي عليه. يا ابويا ينفع اسالك حاجه؟ هو انت بقيت سياف علشان حد بس ضمن لك موهبتك؟ فبيفتكر ابو بطلنا لما كانوا هو وام اوسكار قاعدين مع بعض وبيتكلموا ويقولوا هو المفروض ابننا دوت هنعلمه ايه، السحر ولا السيف؟ فبيقول لها طالما ابني فانا متاكد اللي هو هيبقى عنده موهبه في السيف، ما تضحكنيش بس، انت بدات تتعلم السيف عشان شفت اللي هو شكله حلو، مش مهم نختار دلوقتي.
الطريق اللي هيختاره هو اللي هيمشي فيه. فبنرجع لابو بطلنا وهو بيقول له انا طول عمري فاكر ان انت هتبقى قديس سيف، بس دلوقتي بنشوفه وهو بيمشي كده وبيروح شايل الرساله من على الارض وبيقول له يلا يا ابني هات لي قلم عشان اوقع لك الورقه دي. ونشوف حد في الاكاديميه بيقول شكل طلاب السنه دي ما بينهم مواهب كتير، وعلى راسهم السيده نورتيون واللورد جيريسيون، حتى سموه الامير الامبراطوري هيخش الاكاديميه. دول حتى ما تعلموش التعاويذ الاساسيه بس، لا كمان ورثوا التعاويذ اللي في اسرهم. فبنشوف حد فيهم وهو بيضحك، ففي واحده في الاجتماع بتقول له هو في حاجه ولا ايه؟ فبيقول لها لا، بس كلهم من سلالات كبيره تبع الطبقه المقدسه. الموضوع ده حاجه جميله فعلا. ونشوف ابو بطلنا مستنيه قدام النقابه عشان يسلم عليه قبل ما يروح لاكاديميه السحر. ونشوف بطلنا وهو بيقول ياه شهور الستة اللي فاتت ديت عدت في ثانية. فبيقول له ابوه شوف مين اللي جاي دوت، الساحر اللي درس السيف اكتر من اي ساحر. المهم انا عارف ان انت ما ينفعش تسمع الكلمات ديت مني، بس يا ابني دوت اللي انت اخترته، فما تخليش اليأس ياكلك. فبيرد بطلنا وبيقول له ما تخافش يا ابويا هكون كويس، اصل ما فيش حد مرعب زيك الصراحة. فبيضحك ابوه بيقول له انا فاهم. بعد كده بيروح ماشي بطلنا وبيقول اخيرا هعرف اروح اكاديميه السحر. وبنشوفه بعد كده وصل لاكاديميه السحر ومذهول من كل حاجه، وبيقول الأكاديمية هنا جواها يختلف كتير عن أكاديمية السيف. أوف إيه البتاع ده، شبه الجولم بس مختلف عنه شوية، يا ترى بيشتغل إزاي؟ ونشوف حد وراه بيقول له لو تنتك تتفسح كده كتير هتتأخر على تسجيل الورق. ونشوف اللي قال كده إيزابيل وبتقول له مش هنقضيها مرقعة كده من الأول. فبيقول لها أكيد لأ، ده أنا حتى بقيت أعرف أعمل حاجات كتير عن أول مرة اللي هي كانت من 6 أشهر. وبتروح قايله له إيزابيل تأكد إن أنت تفاجئني على طول. بالمناسبة هما فين؟ لو ذاكرتي ما خانتنيش هما كانوا بيعملوا الاختبارات للسنة الأولى هنا بتاع تحديد المستوى. فبيقول لها أوسكار تحديد المستوى إيه تحديد المستوى ده؟ فبتقول له الطلاب اللي هم في سنة أولى بيتقسموا على حسب درجة المانا بتاعتهم، يعني على حسب أنت عندك مانا ولا ما عندكش مانا. وفوق الفئتين دول في فئات خاصة برضه بيتجمع فيها الناس المتميزة، هي دي بقى الفئة الأولى. الاختبار دوت زي ما تقول كده حاجة بيعملوها عشان يفرزوا المواهب، بس أنت مش لازم يعني تخش الاختبار بتاع الفئة الأولى دوت. فبيقول لها إيه ليه طيب؟ فبتقول له عشان كل الطلاب اللي بيخشوا بيبقوا وحوش الصراحه، زي ما تقول كده نخبه النخب، يعني من الاخر اتولدوا في عيله سحريه بيمارسوا السحر من ساعه ما هم صغيرين. فبيرد عليها بطلنا بيقول لها يعني ده معناه ان هم بيدرسوا سحر اعلى هناك صح؟ فبتقول له اكيد زي ما انت دايما كلامي مش هيأثر عليك في حاجه صح؟ طيب لو انت فضولي قوي كده روح وبص بنفسك. وفعلا بطلنا بيروح عشان يتفرج على العروض ديت وبيبقى واقف مذهول منها، بيقول واو يعني لازم اصيب الاهداف ديت بالسحر صح كده؟ بس ايه الشعور ده، انا ليه حاسس ان في حد بيراقب. وبنروح شايفين كل اللي ورا بطلنا وهم باصين له بحقد، وفي حد بيجي له بيقول له انت اللي هناك المكان دوت مش لامثالك. وبنعرف ان اسمه زازان من عيله جوريسيس، وبيكمل وبيقول له امشي من هنا يلا. فبيرد عليه بطلنا وبيقول له انا سمعت ان كل الطلاب لهم الحق اللي هم يشاركوا. فبيرد عليه زازان وبيقول له شكلك كده كويس في الكلام. ويروح بطلنا قايل في نفسه ده اللي كانت قصدها ايزابيل بقى، شكلهم بيستبعدوا اي حد مش نبيل. وبيروح زي بطلنا وبيقول له انا اللي هخش الاختبار دلوقتي، اقف بعيد واتفرج في صمت. وبيروح قايل زازان في نفسه الفئة الأولى ديت متخصصة للناس اللي كرست حياتهم للسحر، عاوزك تفتح عينيك وتتفرج على الفرق اللي ما بيننا. وبيروح قايل فلتتجمد كل شيء صقيع العظيم. وبنشوف إن الساحة كلها اتجمدت وكل اللي كان بيتفرج مذهول، وكل بيقول ده اللي متوقع يعني من عيلة الجليد جوريسيس، دي مجرد لمحة من قوتهم. بيروح باصص لبطلنا قايل له انت فهمت دلوقتي، اللي ما بيعرفش يستخدم السحر ملوش مكان هنا في العالم ده. فبيرد بطلنا وبيقول له يعني ده السحر اللي انت كرست حياتك علشانه، هو فعلا حلو بس كل دوت هدر بالنسبه لي. فبيقول له ايه انت قلت ايه دلوقتي؟ ويروح قايل بطلنا في نفسه انا عارف كويس قيمه الجهد، كنت قلقان شويه من ناحيه قدراتي الصراحه وما قدرت ان انا اخش الصف الاول، عشان كده شكرا ليك، بسببك انت بقيت واثق من نفسي اكتر. بنشوف الكل بيتريق على بطلنا وهو داخل وبيقول بص العصايه بتاعت المبتدئين اللي معاه ديت مستحيل يعرف يصوب على واحده اساسا صح. وبنشوف زازان وهو بيقول بيقول لك اكتسب ثقه مني، انا سحري كان انا خالي من العيوب كده يعني، انا في الاخر يعني انا من بيت جيريسيس فرع عيلتي متمكن اساسا من سحر الجليد، مستحيل يعني اللي هو يبقى فيه عيب اساسا في سحري، هو ليه خد الموضوع على صدره كده. وبنشوف الحكم وهي بتقول زي ما قالوا فعلا الدفعه بتاعت السنه دي فيها مواهب كتير، اللي هو يعرف يعمل تعويذه زي ديت في اول السنه اكيد يعني هيبقى الاول على الفصل السنه دي. وبتبص على بطلنا وبتروح قايله هو بيعمل ايه ده كله. وبنشوف الجمهور بيقول له لو مش هتعرف تصوب استسلم وخلاص. وبتقول للحكم في نفسها غريب انا مش حاسه منه باي حاجه، كأنه هو اللي مستني حاجه، يعني شكله ولا قلقان ولا صبره خلص يعني. بيروح بطلنا فعل التعويذه بتاعته الرصاصه الناريه بالسفريان وبيروح مصوب على الاهداف كلها مدمرها. الحكم بتقول ايه ده كان سريع قوي انا ملحقتش ابص عليه، ده جاب ال5 كلهم.
وبنشوف الكل وهو بيقول مش دوت سحر اساسي، ده حتى يا دوبك عمل خرم فيه صغير، ده اللي احنا بنسميه فشل ذريع. وبيقول زازان خلتني افكر كتير في اي نوع من التعويذات هتستخدم، وفي الاخر اللي انا شايفه اللي انت ضيعت لي وقتي. فبيروح قايل لاوسكار دوت معناه ايه؟ ده معناه ان انا سقطت يعني ولا ايه؟ وبكده نكون خلصنا الجزء الثاني من المنهوة. ما تنساش تقول لنا رايك في الكومنتس، ودعمنا بلايك واشتراك عشان توصلك اي فيديو جديد بننزله. وسؤال الحلقه ديت، عيله زازان كانت متخصصه في سحر ايه؟ سلام.